بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم خالد علي مدرس الانجليش. احنا عندنا درس كده اسمه ريليتيف كلوز في يونت 10 في ثالث ثانوي. الدرس دوت عامل مشكله كبيره. ليه؟ لان في طلبه لغايه دلوقتي فاكره ان المنهج بتاع الثانويه العامه وامتحان الثانويه العامه بيجي بالشبه، يعني مدرس بيقول لك لما تلاقي كذا اختار كذا. ففي بعض الطلبه فاكره مثلا ان لما بيجيب لي اسم عاقل، يعني اسم بني ادم زي خالد، لازم اختار هو، او لما يجيب لي اسم شيء زي كلمه كار لازم اختار ويتش. وده طبعا كلام تماما غلط، لان الجمله بتتفهم الاول بعدين بنشوف احنا بنتكلم على ايه. بمعنى انه ممكن مثلا يقول لك ايه I made a journey. بص الجمله I made a journey، انا عملت رحله with علي نقط was very long. انت بتلاقي علي مكتوب بعديه نقط فبتختار هو، ودي اجابه غلط، لان بيقول لي I made a journey، انا عملت رحله مع علي نقط was very long. اللي very long هنا مقصود بالرحله، يبقى الاجابه which. طيب، من ضمن الاسئله اللي بتيجي في الدرس بتاع ريليتيف كلوز ده انه ساعات بيسال على حاجات مش في دماغنا، زي مثلا جمله زي دي بتقول لي ايه. بص معانا كده، بتقول ماي براذر، اخويا، هو اذا دكتور الذي يعمل كطبيب ترافلد. جايب لي اربع جمل كلهم زي بعض، يعني ماي براذر برضه هو اذا دكتور ترافلد، ماي براذر هو اذا دكتور ترافلد، ماي براذر هو اذا دكتور ترافلد. وبعدين بيسالني بيقول لي which sentence. بص الجمله بتقول ايه بقى، السؤال بيقول ايه، بيقول which sentence، انهي جمله في دول. لا مش بيقول لي بقى ايه اللي متركب صح، كلهم زي بعض. بيقول لي which sentence means، انهي جمله فيهم معناها ان I have only one brother. يعني انا عندي اربع جمل بيقول ان اخويا اللي شغال دكتور سافر. هو بيسالني بيقول لي انهي جمله في دول بتدي معنى ان انا عندي اخ واحد بس. طيب لو انا بكلمك او بكلمك وبقول لك ايه، اني اخويا سافر، بالعربي كده بقول لك اخويا سافر، وانت عارف ان انا عندي 5 اخوات، هتسالني تقول لي ايه؟ ايوه انهي اخ فيهم، فلازم اقول لك اخويا اللي شغال دكتور. كده المعلومه دي معلومه اساسيه لازم اقولها لك عشان اعرفك انهي واحد اللي سافر، اللي انت عارف ان انا عندي اخوات كتير. طب لو انت عارف او انت عارفه ان انا ما عنديش الا اخ، قلت لك اخويا سافر، هل لازم بقول لك اخويا اللي شغال دكتور او شغال مهندس؟ مش فارقه، لان انت كده كده عارف ان هو اخ. يبقى انا لما اقول لك اخويا اللي شغال دكتور سافر، لو انت عارف ان انا ما عنديش اخ، يبقى حكايه اللي شغال دكتور دي معلومه مش اساسيه، مش ضروريه. ما دام المعلومه اللي انا بقولها مش معلومه اساسيه، بتحط قبلها كوما وبعدها كوما. هنا لو خدت بالك مكتوب ماي براذر، وهنا ماي براذر، هنا ماي براذر، وهنا ماي براذر. هنا مكتوب هو اذا دكتور ترافلد، وهنا مكتوب هو اذا دكتور ترافلد، هو اذا دكتور ترافلد، هو اذا دكتور ترافلد. الوحيده المعلومه اللي ممكن تتحذف هو اذا دكتور دي، اللي هو شغال طبيب، يبقى لازم يجي قبلها كوما وبعدها كوما. هتبقى الاجابه لتر بي. ليه؟ لان لتر A فيها كوما واحده، لتر B فيها 2 كوما بس ما بين هو واذ، لا لازم دكتور تدخل في الموضوع. الاخيره دي ما فيهاش كوما اصلا، اخر واحده دي بقى معناها ان انا عندي اكتر من اخ. معنى كده ان انت لازم تحسب كويس قبل ما تفكر هل انا باخد انجليش مظبوط ولا باخد انجليش لا. يعني هل انا بدرس كويس ولا بدرس لا، بفكره هل المدرس بيقول لي لما تلاقي كذا اختار كذا، ولا المدرس بيقعد يفهمني القاعده دي بتتعمل ازاي وانا بختارها ازاي. جود لك، مع السلامه.